أيها الإخوة الكرام، كان عليه الصلاة والسلام حينما يصف النار كما قلت لكم في الأسبوع الماضي على صوته واشتد غضبه واحمر وجهه كأنه نذير جيش يقول صبحكم ومساكم. وقال جابر بن عبد الله رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في خطبته: يحمد الله ويثني عليه بما هو أهله، ثم يقول: من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، إن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم يقول: بعثت أنا والساعة كهاتين. وكان إذا ذكر الساعة احمرت وجنتاه وعلى صوته واشتد غضبه كأنه نذير جيش يقول صبحكم ومساكم. ثم قال: من ترك مالا فلأهله، ومن ترك دينا أو ضياعا فإلي أو علي، وأنا أولى بالمؤمنين. رواه النسائي. أيها الإخوة الكرام، لا بد من جولة في هذه التي وعد الله بها العصاة والكافرين. أول شيء في هذه الجولة، كان عليه الصلاة والسلام يقول: أما هي فبئر واسع سحيق يمتد سفلا حتى إن الحجر ليلقى على شفير جهنم فيمكث 70 عاما لا يصل إلى قعرها، بئر لا قرار لها، يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. وقد يظن أنه من كثرة ما يلقى فيها من الجن والإنس يصبحون طبقات بعضهم فوق بعض، وألا متسع في داخلها لمزيد من الأفواج. لذلك يقول الله عز وجل لجهنم يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. قال تعالى: فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون. النبي عليه الصلاة والسلام يحدث عن النار التي رآها رأي العين. يقول عليه الصلاة والسلام: اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء، واطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء. رواه البخاري. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم: قمت على باب الجنة فكان عامة من دخلها المساكين، وأصحاب الجد محبوسون، غير أن أصحاب النار قد أمر بهم إلى النار. وقمت على باب النار فإذا عامة من دخلها النساء. رواه البخاري. أيها الإخوة، لا بد من وقفة متأنية عند كلمة المساكين. ماذا نفعل بالحديث الشريف الصحيح: المؤمن القوي أحب إلى الله تعالى من المؤمن الضعيف؟ المال قوة، والمنصب قوة، والعلم قوة، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: المؤمن القوي أحب إلى الله تعالى من المؤمن الضعيف. فما شأن هؤلاء المساكين؟ لعل الله عز وجل يكشف للإخوة الكرام حقيقة المسكين. إذا كان طريق القوة بسبب المعصية لله فالمسكنة شرف للمؤمن، وسام شرف على صدره. إذا كان طريق القوة محفوف بالمعاصي والآثام والنفاق والكذب والدجل، مرحبا بالضعف، مرحبا أن أكون ضعيفا، وأن أكون مستضعفا، وأن أكون مسكينا. وإذا كان طريق الغنى محفوف بالمعاصي والآثام والكذب والنفاق والغش وما إلى ذلك والإضرار بالمسلمين، إذا كان طريق الغنى محفوف بالمعاصي فالفقر وسام شرف على صدر المؤمن. إذا كان طريق القوة
سالكا وفق منهج الله، المؤمن القوي خير وأحب إلى الله تعالى من المؤمن الضعيف. وإذا كان طريق القوة سالك وفق منهج الله، المؤمن القوي خير وأحب إلى الله تعالى من المؤمن الضعيف. أما إذا كان طريق القوة وإذا كان طريق المال محفوفين بالمعاصي والآثام، فمرحبا أن أكون فقيرا ضعيفا مستضعفا، لأنني نجوت من عذاب النار. إذا جاءت كلمة المساكين وأثنى الله عليهم، هؤلاء الذين ألجمهم الخوف من الله، هؤلاء الذين حجزهم خشية الله عن أن يقترفوا المعاصي والآثام من أجل المال والقوة. أيها الإخوة الكرام، النار واحدة من آيات الله الكبرى، واحدة من آيات الله الكبرى. كلا والقمر والليل إذا أدبر والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر نذيراً للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر. إنها لإحدى الكبر، إذن واحدة من آيات الله الكبرى. وقال تعالى: وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين ناراً أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. أيها الإخوة الكرام، لو أننا جلسنا نتحدث عن آيات النار لكانت جلسة إيمان. الخوف من النار طريق إلى الجنة. وقال عليه الصلاة والسلام: وقفت على باب النار ورأيت النار فلم أر شيئا أفظع منها. وقفت على باب النار ورأيت النار فلم أر شيئا أفظع منها. وفي حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الله جل جلاله حينما خلق الجنة نادى جبريل فقال: اذهب فانظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها فيها. فذهب فنظر إليها وإلى ما أعد الله لأهلها فيها، فرجع فقال: وعزتك لا يسمع بها أحد إلا دخلها. فأمر بالجنة فحفت بالمكاره، بصلاة الفجر، بغض البصر، بإنفاق المال، بضبط اللسان، بالجهاد في سبيل الله. فأمر بالجنة فحفت بالمكاره، فقال: ارجع فانظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها فيها. قال: فنظر إليها فلما رجع قال: وعزتك لقد خشيت ألا يدخلها أحد، لأنها حفت بالمكاره. قال: ثم أرسله إلى النار فقال: اذهب فانظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها فيها. قال: فنظر إليها فإذا هي يركب بعضها بعضاً. ثم رجع فقال: وعزتك لا يدخلها أحد سمع بها. فأمر بها فحفت بالشهوات، التفلت والاختلاط والنساء الكاسيات العاريات والأفلام الماجنة والسياحة الجنسية. فأمر بها فحفت بالشهوات ثم قال: اذهب فانظر إلى ما أعددت لأهلها فيها. فذهب فنظر فيها فرجع فقال: وعزتك لقد خشيت ألا ينجو منها أحد إلا دخلها. رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي. وأخبر صلى الله عليه وسلم أن النار اشتكت إلى الله سبحانه وتعالى فقالت: يا رب، أكل بعضي بعضا. فجعل لها نفسين، نفساً في الشتاء ونفساً في الصيف، فشدة ما تجدون من البرد من زمهريرها وشدة ما تجدون من الحر من سمومها. رواه ابن ماجه. يعني 40 لا نحتملها،
46 نكاد نخرج من جلودنا، فكيف بالنار التي تلقى فيها الشمس وكأنها حجر، والشمس حرارتها 20 مليون درجة في نواتها.